حكايه غريبه ولغز جديد في الحلقه السادسه من مسلسل غرفه 207. هنتكلم وهنحلل الحلقه السادسه وفي شويه تفاصيل كده واسرار هكلمكم عليها. هل فعلا جمال بقى خادم لغرفه 207؟ وايه سر الجمله اللي اتقالت بقى في اخر الحلقه دي؟ جمال لازم يهرب. فاهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. لو دي اول مره تشوفني اتمنى ان انت تنزل تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده، ولو حابب ان انت تدعمني فممكن تعمل لايك للفيديو. ممكن نوصل الفيديو ده 1000 لايك. فبس بقى من غير كلام كتير يلا بينا على الحلقه. في الحلقة السادسة بتظهر لنا شخصيات جديدة اغلبهم ليهم علاقة بماضي الخواجة، وبنشوف كعادة اول حلقة اول لقطة اللي بتكون الشرارة او الفكرة بتاعت الحلقة، صورة لادريانو الفريدو، وفي كام حاجة جديدة كده بنعرفهم. ان الفندق ده مش ابو الخواجة مايكل اللي بناه، لا هو اشتراه من الفريدو صاحبه قبل ما يموت، وهو ده لغز الحلقة. بيبدأ بقى الاحتفال عادي في الفندق بمدينة كانت في ايطاليا في الحرب العالمية الاولى، وابو الخواجة كان مشارك فيها، لحد بقى ما بنشوف ظهور قمر البنت الصغيرة اللي انت عمرك كده ما هتشك ان كل اللي بيحصل ده هيكون بسبب البنت دي. وعايز اقول لكم بالمناسبه ان الرقصه اللي كانت بينها وبين جمال تقريبا هي نفس الرقصه اللي كانت بينها وبين الفريدو، لان لو ركزتوا كده فهتلاقوا نفس الحركات بنفس الطريقه، الاتنين تقريبا نفس الرقصه. فهل دي صدفه بقى ولا ده معناه كده ان جمال بقى خلاص شغال كخادم للغرفه 207؟ خصوصا ان بقى في علامات كتير بتأيد الكلام ده. ممكن يبقى زيه زي الخواجه بينفذ اللي الغرفه بتطلبه منه وخلاص. وبرده في كذا سبب تاني هقول لكم عليه بس كمان شويه. مبدئيا كده هي قصه جمال وساره يعني قصه لذيذه وكل حاجه، بس بدات تاخد وقت طويل على الشاشه، يعني تقريبا بيعيدوا نفس الكلام، بيقعدوا يلمحوا لبعض، فالموضوع بقى بيتكرر كتير. صراحه انا لو زاد اكتر من كده هعمل سكيب بقى، لان انا ما عنديش طول بال الصراحه ان انا اقعد اشوف نفس الاثنين كل حلقه بيقعدوا يلمحوا لبعض من بعيد. عايزين نركز بقى شويه في الاحداث المهمه. واحد من اللي شغالين بيكتشفوا غرفه قديمه، وكالعاده يعني الفضول بياكلهم ومفيش مره حد كده يكبر دماغه اللي هو لا انا شفت حاجه غريبه انا لازم العب فيها. المهم يعني بنعرف ان في باب مخفي من زمان، والباب ده مقفول ومحدش يعرف عنه حاجه غير الخواجه طبعا اللي كان عارف وجود الباب ده اصلا. جمال في الحلقه حرفيا نفذ اللي الغرفه طلبته منه بطريقه غير مباشره. من اول ما عرف ان الفريدو خان ايطاليا بعد الحرب العالميه، هنا بنعرف ان الفريدو هو اللي بنى الفندق مش ادريانو ابو الخواجه. غرفه 207 بتفتح لجمال، وجمال بيسمع صوت قمر البنت الصغيره اللي رقصت معاه في الحلقه في الحفله اللي كنا شفناها. بيخش برجله، وهنا بيبدا يكتشف الاسرار وبيعرف اكتر عن حياه الفريدو الراجل اللي هم بيقولوا عليه ان هو خاين. هل هو فعلا خاين زي ما بيوصفوه ولا لا؟ الرسمه اللي على الحيطه دي كانت لالفريدو، وهنا عرفنا ان الحلقه كلها هتدور عن الشخصيه دي. وزي كل حلقه يعني احنا عارفين ان الرسمه دي بتكون الدليل او بتكون الحاجه اللي ممكن تحصل، او بتكون الفكره عامه اللي انت هتشوفها في الحلقه، تلميح بقى شخصيه حاجه هتحصل ايا كان. عايز اقول لكم برده يا جماعه ان انا بصراحه مبسوط بالوان المسلسل. الانتقال بين المشاهد والاماكن سهل كده وسلس، يعني بيحصل بسرعه، مش شرط احلى مؤثرات بصريه على قد ما احس ان انا كمشاهد كده مش شايف حاجه رخيصه بتتقدم لي، على عكس مثلا المؤثرات اللي كانت موجوده في مسلسل وعد ابليس، كانت حاجه على قد الجيب خالص. يعني بنشوف في الحرب اللي جمال رجعها ادريانو والفريدو مع بعض، ودي كانت البدايه ان نعرف ان الفريدو مش شخص سيء زي ما بيقولوا عليه. جمال بيطلع من الاوضه بسرعه بعدها، وهنروح بقى للاوضه اللي فتحوها وكانت مقفوله من زمان. الاوضه ما كانش فيها غير حاجتين بس، مذكرات الفريدو وسلسله قديمه. هنعرف بعد كده ان هي مش بتاعه حد في الفندق، لا هي بتاعه الغرفه 207. الخواجه بيزعق لهم زي كل مره لما بيعملوا حاجه جديده، ولكن بقى المره دي احنا بنكتشف حاجه مهمه، ان الخواجه يعرف تقريبا كل حاجه بتحصل في الفندق وما بيقولش عليها. الصراحه حسابه كتر لحد دلوقتي. ايوه هو مثير للجدل، بس مفيش يعني دليل ملموس وواضح ان هو بيخطط لحاجه من الاول، او ان هو مثلا عايز كل ده يحصل. ولو اني شاكك برضه ان ممكن يكون فعلا كده. من اول يوم حرفيا جمال وصل ليه والخواجه بيعمل كل ده عشان ينفذ طلبات غرفه 207، لان تقريبا كان كل مره هو اللي بيؤمر جمال ان هو لازم يخش الغرفه دي مع انه عارف اللي بيحصل جواها. حتى جمال لما قال له لازم تقفلها الخواجه ما رضاش. فالصراحه شخصيه الخواجه دلوقتي بقت مثيره للاهتمام وانا مش مرتاح له. بنعرف ان الفريدو قتل نفسه ومحدش يعرف السبب، بس عم مينا قال ان هو دخل غرفته وطلع منها وبعدها ضرب نفسه، بس احنا ما شفناش ده في المذكرات اللي موجوده مع جمال. انا حقيقي بدات اشك بقى في عم مينا في الحلقه دي. عمال من اول ما جمال جه بيقول له حاجات بتحصل ومعلومات وما بيقولوش قبل ما المصيبه تحصل، لا بيستنى تحصل ويروح يقول له. فممكن يكون الخواجه وعم مينا اصلا مشتركين في كل ده، ممكن يكونوا مشتركين مع بعض في حوادث قديمه حصلت. خصوصا ان موضوع ان الفريدو ده قتل نفسه انا مش مشتريه، لان احنا برضو بنعرف ان ابو الخواجه ادريانو اشترى الفندق ده من الفريدو قبل ما يموت. طب هل هو كان عارف يعني ان هو
هيقتل نفسه ولا ايه؟ ممكن يكون اتقتل واتدفن في الاوضه اللي لقوها تحت دي في المخزن. عامه قولوا لي رايكم في النظريه دي لان انا شاكك فيها، فقولوا لي تحت في الكومنتات. وما تنسوش كمان ان كان في دم على الحيطه اصلا لما دخلوا. انا بس بقول لكم يعني. جمال بيرجع للتاريخ تاني وبيبدا يعرف حياه ألفريد كانت عامله ازاي، وبتظهر شخصيه جديده وهو العقيد ريكاردو، وهو السبب تقريبا في كل اللي بيحصل. هو الشخص اللي الغرفه طلباه واللي الخواجه جابوا الفندق وطلب من جمال ان هو يشوف الاوضه، وجمال بقى بنفسه بعدها وداه غرفه 207. الست اللي شغاله في المطبخ دي ضحكتني الصراحه لما رجعت تاخد السلسله اللي هي خبتها لما دخلوا في الاول. يعني انتوا داخلين مكان ومكان اصلا مريب وانت شفتي حاجه على الارض ولسه هتسيبيها وترجعي لها تاني؟ خديها على طول حطيها في جيبك واطلعي. ديك اتلبست اهو. عامه الست عبير دخلت المستشفى وبقت في غيبوبه، وجمال بيكمل قرايه مذكرات ألفريد. بنعرف ان العقيد ريكاردو كان شخص مختل بيقتل ناس من باب الترفيه، لكن ألفريد ما كانش راضي عن اللي بيحصل. وبنشوف بقى مشهد الرقصه مع قمر اللي انا قلت لكم عليه. المشهد تقريبا قاصد ان هو يبين ان الاثنين جمال وألفريد رقصوا مع قمر بنفس الطريقه. مش عارف بصراحه هل هي مقصوده ولا هم بس حاطينها عشان جماليه المشهد تكتمل. العقيد ريكاردو بيوصل للفندق وجمال بيوصله اوضته، ولكن بقى جمال اول ما بيعرف حقيقته بيطلع له. بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا في بعض، وجمال فعلا بيقدر يسحبه ويجره لحد غرفه 207. يعني بعد ما كان جمال ضد كل اللي بيحصل وكاره الغرفه، بقى دلوقتي بينفذ طلباتها. والغريب بقى ان الخواجه لما دخل وشاف العقيد ريكاردو مقتول جوه الغرفه بيقول لجمال انا عارف ان انت اللي جبته، وبيقول له ان هو اصلا كان هيقول له ان هو يعمل كده. هو لو ده صح فاحنا بنعرف ان الخواجه خادم لغرفه 207، ولو مش صح فبرضه هنشك فيه لان هو كان عارف اللي العقيد ريكاردو عمله ومع ذلك ما قالش حاجه. المهم يعني ان الراجل ده مش سالك ومش مرتاح له. مشهد الخواجه مع ريهام عبد الغفور برضه بياكد الكلام ده، ان هو من وهو صغير الغرفه بتطرده خلاص، يعني بقوا عشره. الخواجه بيحرق المذكرات بتاعت ألفريد، واللي ما نعرفش هل بقى كان فيها كلام تاني والخواجه قرر ان هو يحرقها، ولا هو بس حرقها كده وخلاص من باب الروشنه. مش عارف الصراحه. بنشوفه بعدها بيفتح كتاب موجود فيه صوره مقتل عامل وخطف طفله بفندق لونا. الكتاب ده بالمناسبه فهو مليان حوادث، تقريبا اي حد بيتقتل بسبب غرفه 207 او بيحصل له حاجه في الفندق بيكون موجود في الكتاب اللي مع الخواجه. والسلسله دي اللي بنشوفها في الاخر شكلها كده كانت بتاعت ألفريد قبل ما يموت، او بتاعت الست اللي في الاوضه، الصراحه مش عارف. نوصل بقى لاخر لحظه في المسلسل والمشهد اللي حرفيا خلانا اسال اسئله كتير، بس انا بقى عندي مشكله كبيره معاه بصراحه. لو تفتكروا في حلقه تلفزيون الواقع الحلقه اللي فاتت شفنا اخر مشهد لقطه لجمال كان موجود فيها على التلفزيون وبيكلم حد احنا ما كناش شايفينه، ومعنى الكلام بتاعه يعني كده كان بيقول له احنا لازم نتحاسب. كلنا اتحمسنا قلنا يا ترى بيكلم مين بقى، وناس تسال وكده، ولكن جينا الحلقه دي ما شفناش اي حاجه عن الموضوع ده. فانا عايز اسال بقى هل المسلسل معتمد ان هو يحط بس نهايه مثيره كده بلا سبب، يحط لك مشهد غامض عشان بس يخليك تتحمس وتشوف الحلقه اللي بعدها، لان احنا في الحلقه اللي بعدها بنكتشف قصه تانية ولغز تاني وبننسى اللي فات، ولا هو مثلا بيحطوا اي هوك بس كده للمشاهد عشان يشوف الحلقه اللي بعدها وخلاص. اتمنى يعني ان ده ما يحصلش، لان معنى ان جمال لازم يهرب فده اكيد هيحصل له حاجه. بس لو الموضوع ده عدى وشفنا بقى في الحلقات الجايه الدنيا مشيت عادي يعني والمشهد ده ما كانش ليه لازمه او مهم، فانا بعد كده مش هفكر في اخر مشهد بيحصل في الحلقه الصراحه، عشان حركه مش احسن حاجه برضو ان انت تتحمس كده بسبب مشهد شفته في الاخر وتيجي الحلقه اللي بعدها تلاقيهم ناس وكل اللي فات. المهم يعني ده لا يمنع ان انا مبسوط جدا بالمسلسل، ولو ان احس كده ان ساعات بيكرر نفس النمط في سرد الاحداث، ولكن برضو الحلقه ممتعه. اتمنى بقى ان انا اشوف في الحلقه الجايه احداث جديده، كشف عن شخصيات واسرار كنا مستنيينها من اول حلقه. عايز اشوف تطور لخط الاحداث الرئيسي ومصير كل الشخصيات اللي موجوده في الفندق. فقولوا لنا رايكم تحت في الكومنتات في الحلقه دي، هل عجبتكم ولا لا؟ بس كده يا جماعه ده كان تحليلي ورأيي في الحلقه السادسه من مسلسل غرفه 207. بس المهم رايك انت، لو شاكك في اي حاجه عندك اي نظريه اكتبها لي في الكومنتات. بس كده يا جماعه اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا، بيوصل الفيديو لناس اكتر. ممكن تشتركوا في القناه، تدوسوا على الجرس الصغير اللي جنبه ده كده يعني عشان الفيديو يوصلك بعد كده اول ما ينزل. وبس كده، انا علاء اسماعيل نوناز موفي هاسلر، اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.